الغدة الدرقية في الطبيعي بتكون مسؤولة عن إنتاج هرمونات، والهرمونات دي لها تأثير رئيسي على التمثيل الغذائي والطاقة، بس في حالة الحمل الموضوع بيختلف شوية. يكون تأثير الغدة الدرقية قوي ممكن يسبب مشاكل كتير، عشان كده زيادة نشاط الغدة الدرقية أو القصور فيها بتبقى مشكلة بتواجه كل حامل. فإيه الحل؟ في الأول خلينا نقول إيه هو تأثير أمراض الغدة الدرقية خلال فترة الحمل. أولا في حالة وجود قصور في الغدة الدرقية بنلاقي إن ممكن يحصل حاجة من اتنين. لو هرتبهم من السيء للأسوأ فهنقول إن في حالة وجود قصور في الغدة الدرقية بيحصل تعب شديد، زيادة في الوزن، ده السيء. طيب ايه الأسوأ؟ الأسوأ ممكن لا قدر الله يحصل حاجة من اتنين، اما اجهاض او ولادة مبكرة. ثانيا في حالة وجود فرط نشاط في الغدة الدرقية الموضوع بيكون خطير بنفس درجة وجود القصور في الغدة، ولكنه برضه بيسبب مشاكل كتير منها القلق المستمر، سرعة ضربات القلب، وانخفاض الوزن عند الولادة. طب تعرفي ازاي اذا كان عندك قصور او فرط نشاط في الغدة الدرقية؟ التشخيص هنا بيجي من الاعراض اللي بتوضح ان ممكن يكون في مشكلة في الغدة. نبدأ نطلب تحاليل غدة وتحليل لمستوى الهرمونات. لو التحاليل طلعت فانت فعلا مريض الغدة الدرقية سواء بالقصور او فرط النشاط، نبدأ نشخص الحالة بعد ما يكون معانا التحليل ومحددين نوع المشكله بالظبط، ونبدا ندي ادويه عشان ننظم عمل الغده الدرقيه بما يناسب المشكله. طبعا كل نوع دواء معين، مع الاخذ بالاعتبار ان الادويه دي تكون امنه للاستخدام اثناء الحمل. طبعا كل ما كان اكتشاف وقت المشكله بدري كل ما كان حلها افضل والسيطره على الوضع بيكون احسن. نصيحه ليكي قبل الحمل تاكدي واعملي فحوصات الغده الدرقيه عشان تكوني في امان.